السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى عملنا مع بعض نعمل مع بعض صينية بطاطس جميلة وزي العسل زي السكر. احنا هنا عملت جنبها شوية رز حباية وحباية، وهنا البطاطس بتاعتي مستوية والفراخ بتاعتي واخدة اللون الجميل الحلو، شاربة من البطاطس وما شاء الله عليها جميلة روعة روعة روعة. وفيها حبة حاجات حلوة قوي، وصينية حلوة للبنات بقى المبتدئين وكده. هتعجبكم أو سهلة. قبل ما نروح بقى للطريقة، تنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة. يلا بينا بقى نشوف طريقة التحضير وطريقة البطاطس بتاعتنا، حاجة كده زي العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى نبدأ بقى في صينية البطاطس. نجيب معانا هنا البصلاية، أبدأ أقطعها كده طرنشات. بسم الله. أنا قطعت البصلاية بالشكل دوت. معايا هنا شوية فلفل حلوين، انزل بقى عليهم شوية كزبرة. احلى صينية بطاطس تعملي شوية فلفل اسمر، وطبعا البطاطس تروح كمون، شوية كمون بالشكل ده. طبعا الملح. نبدأ بقى نبعت بقى الخضار بتاعنا كله كده بقلب التوابل بالشكل ده كده. ننزل بقى، طبعا احنا تبلناها بالشكل ده. هننزل بقى، نبدأ ننزل بقى بالبطاطس هي كمان، والفراخ اجيبها برضه احطها بالشكل ده. ابدا بقى اقلب الصينيه بتاعتي كله بقى مع بعضه علشان التوابل يبقى كله يشرب من التوابل. اظبط الصينيه بتاعتي بالشكل ده. اسرع صينيه بطاطس تعمليه. معايا هنا كام قرن فص توم كده، ابدا اقشرهم بالشكل ده. اكله سريعه تعمليها كده. الشمر. معايا هنا طماطم، انا كنت مفرزاها في الثلاجه. انا نزلت بالطماطم، انزل بقى مكعبين زبده وبشويه زيت عليها وادخلها الفرن. تمام كده. وبكده يا بنات الصينيه بتاعتنا طلعت من الفرن اهي. بسم الله ما شاء الله عليها. البطاطس بتاعتي مستويه والفراخ ما شاء الله عليها واخده لون حلو. لون المتحمر دوت بتبقى جميله قوي وناشفه كده، بتبقى حلوه ما شاء الله عليها، وطريقتها سهله. يا رب يكون صينيه البطاطس عجبتكم. ان عجبتكم ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه.